كان كيبغيني ويموت وتسطع عليا، انا ما حملتوش وعطيته لصاحبتي، ومن بعد تنادم معايا الحال. واللي غادي نديرو ما يدخلش لكم للدماغ. واحد الدري من العائله كان كيموت وكيتسطع عليا، كون جبر كون جاب لي لبن العصفور خلاو مالها غير نقبل بيه. ما كانش عاجبني، قال لي نتزوج بيك، ما كنتش باغيه، ما كانش معمر عليا العين، الشكل ديالو كان خايب، يا ربي تسمح ليا ما مقبولش. انا ما ضحكتش عليه، جيتو فاس قلت ليه شوف اللي نطولو نقصروه، انا عمري ما غادي نتزوج بك ولا حتى نفكر فيك ولا نديرك في راسي، غير نساني وحيدني من بالك، ما نصلحش ليك. السيد قال لي واخا ماشي مشكل، يلا وعرفيني على شي وحده في صحاباتك. كانت عندي وحده صاحبتي انتيم، قلت ما فيها باس نلاقيهم جوج، بغاتو الله يسهل عليهم. مشيت عند صاحبتي الوحيده قلت لها شوفي ها ما كاين اشنو بالك في السيد؟ قالت لي ماشي مشكل، عرفتهم مع بعضياتهم، توالموا وتصاحبوا بجوج. مره كتجي تدوي لي عليه، داير ليها فعل ليها ترك ليها، حيت هي ما عارفاش كيبغيني وما عارفاش اصلا جا وقال لي بغيت نتزوج بك. ما قلت لها والو، انا قلت لها السيد باغي شي بنت الناس يتعرف عليها لاقت به غيتزوج بها. بقاو مع بعضياتهم واحد المده، من بعد هاد السيده دا جاتو فرصه انه يمشي للميريكان، تفرقوا وكل واحد فيهم شد طريق، مشات ايام وجات سنين، تقريبا عامين. السيد رجع للمغرب، ومنين رجعت علاقته مع صاحبتي رجعت من مده وجديد، وبحكم حتى انا من نهار تفرقوا وياها ما شفتو، نهار تلاقيت به زعزعوا ليا المشاعر. السيد توشاني ديال بصح، بقيت غير حاله في فمي. السيد زيان وشهاب ولا هو كيدير ولا صرضي، ما نكذبش عليكم، طوله وتجريده واللبس كي داير، وما كانش يعرف يلبس، دابا ولا هو كيدير. اما الحديد ما نهضروش عليه، والعاقه بانت عليه وجات معاه. بكثره ما كان سقرام ولا في ما يخرج مع صاحبتي كيعرض عليا معاها، كيقولنا نخرجوا مجموعين بحكم انا وياها عائله وهي ناويه معاها المعقول. واش غنقول لكم، نجيكم الصراحه وليت كنحسدها، غرت منها وضري خاطري، حتى كنتفاجئ منين كنا خارجين ناض قدام الناس وجلست على ركابيه وطلب منها الزواج بحال داكشي ديال تركيا. انا كليت جنابي قلت ويلي حي كون دابا في بلاصتها، انا اللي رفضت النعمه برجليا، دفعت عليه كبير وما حملته ما قبلته، الراجل راه كان خاصو على الفلوس ويزيان. حسيت بالغيره اللي ما عمري حسيت بها من قبل، وزاد كثر وكثر مني مشى خطبه من دارهم، الدار خطبه كيدايره وكيعامله، وداروا انهم ورا شهرين غادي يديروا العقد. بداو كيوجدوا في ريوسهم، وانا الشيطان على طلعوا عليه بدا كيوسوس ليا وقال لي ما خصنيش نخلي خيري يديه غيري. واخا انا كنت السبب انه ما كتبش ليا، ولكن باقي عندي فرصه فين نردو. وبالفعل صيفط لي ميساج وبديت كنهضر معاه، قلت ليه واش بصح غادي ديرها وتزوج بها؟ قال لي وشنو بالك انت نديرها ولا ما نديرهاش؟ قلت ليه انت ما غتقدرش ديرها وما غاديش تزوج بها حيت ما تتبغيهاش وعمرك بغيتيها. من بعد من هضره الكثيره شد ليا ونقطع عليك، قال لي نجيك من الاخر، انا عمري ما بغيتها ودرت هذا الشيء كامل باش تغيري وتعرفي بحقي، وتا دابا راه باقي كنبغيك عمري ما غادي ننساك. نقصت انا بلا ما نشعر، قلت لها حتى انت وليتي كتعجبني وبحالي وليت كنبغيك. فرحت وحسيت بحال روحي رجعت ليا، حاجتي ورديتها. النهار الاول كان ديالي انا وانا اللي دفعت عليه كبير، وتا دابا ما غندير والو، غادي غنرد حاجتي ويا دار ما خدا خليت شر. من داك النهار ولات المكالمه بيني وبينه يوميا، ولا كيتجاهل خطيبته اللي هي صاحبتي، كتعيط عليه ما كيجاوبهاش، كيبقى على شحال شويه كيقول لها جوج كلمات بسلامه حقا ما مساليش. درت انا وياه نتلاقاو في واحد المطعم باش نلقاو حل لهذا المشكل اللي انا طيحتو فيه. قال لي انت اللي دخلتي صاحبتك وانت اللي تخرجيها، واللي دارها بيديه فكها بسنيه. جلست عييت كنفكر شنو غادي ندير، قلت نمشي عندها ونشوف الامور كيفاش دايره. وصلت لقيتها مشغوله، السيده ما مسالياش، كتوجد في العرس وكتخيط هاد القفطان لنهار الحنه، هاد القفطان لنهار التكاتيبه، هادو غديرهم نهار العرس. وراتني تصور ديال النقافات وقالت لي انه وحده نختار. ما نكذبش عليكم بقى فيا الحال بزاف، وحسيت براسي اني اوسخ وحده في العالم وما تستاهلش انها تكون صاحبتي. ما عمرها خسرت لي خاطري وكانت ديما واقفه معايا في الشده، ونجي انا ونلعب بها هاد اللعبه كامله. ما عرفتش كيفاش غندير حتى نسل الشوكه بلا دم وبلا ما نضرها. بقيت ساكته ما عرفت ما نقول، كميتها في قلبي وجايه في الطريق وكنبكي. ما عرفتش كيفاش وصلت للدار ديك الليله ما دانيش نعس، كنفكر شنو غادي ندير وانا الغد ليه عندي معاه موعد في المطعم وخصني نكون فكيت هاد الحريره، وانا مازال ما عرفتش كيفاش غنتصرف مع هاد الوضع. شفت حتى عييت وفي الاخر خدمت ضميري. وصل الوقت اللي خصني نمشي نتلاقى معاه فين اتفقنا، انا ما مشيتش. صيفط صاحبتي في بلاصتي وقلت ليها فلان راه داير لك مفاجاه تما سيري، وانا نصيفط ليه هو ميساج قلت ليه من نيتك تايق في راسك لهاد الدرجه، كتصحب راسك وليتي شي حاجه،
راك باقي انت هو انت. واش ما كتشوفش راسك في المرايه؟ راه واخا تمشي حتى للمريخ غتبقى ولد الباديه، ماشي غير تمشي للميريكان. وديك صاحبتي مسكينه بقات فيا، طاحت في راجل في حالك، الله يحسن عوانها، كتصاحبك كتبغيها وانت باغي غير تفلى عليها. وعرفتي اش غادي دير؟ نصيحتي لك غير تزوج بها، وحمد الله وشكرو انك لقيتي اللي تقبل عليك. والتسقرام خليت فيه غير اللي نسيت، بغيتو يحقد عليا وبلوكيتو. يمشي راجل ويجي راجل، بحال صاحبتي ما لقاش. تزوجوا وانا ما حضرتش، درت السبه انني مريضه وما قاداش نجي. واش غنمشي نشوف الخيبه اللي انا فيها، نشوف الزهر والوعد اللي طيحت راسي فيه. تكمشت ودرت ما على بالي والو. قادوا امورهم، هو مشى للميريكان، مشى على اساس انه غيقاد الوضعيه ويديها عنده، وهي من داك النهار وهي جالسه في دارهم، اليوم يقادها غدا يقادها وحتى حاجه باقا ما تقادت. عندي احساس بحال ما غيكملش معاها. المهم انا درت اللي عليا وضميري مرتاح من جيتها. كملوا ما كملوش اللي عليا درتو، والباقي عليهم بجوج. شاركت معاها الطعام والفراش والاسرار ما يمكنش نغدر بها. والله يدير ليا ويدير ليها ويدير للجميع تا ولدي الخير.